بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الأهلي وفاركو اللي انتهت منذ ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، وتلاها مباراة نادي الزمالك وحرس الحدود اللي قدر إنه يكسب برباعية نظيفة. كفاية كفاية يا أهلي، كفاية يا مجلس إدارة مش عارف هو عايز إيه. بص انا مش هغلوش على الكلام ولا اقول لك روح الفانيلا الحمراء ولا كل الكلام ده. هل كسب كسب 3 بونت 3 بونت في مصرف سسبنس، يعني عايز تحسبها كده احسبها تمام. بس الكلام ده ما اكلش عيش، الكلام ده ما اكلش عيش. وده من لا شكل فرقه ولا شكل فرقه عايزه تاخد دوري ولا عايزه تروح كاس عالم انديه. ولا كاس عالم انديه ايه اللي احنا نروح اصلا بشكل مضحك ده؟ شكل مضحك حقيقي يعني. المفروض انا بطلع، مفروض انا بكلمك فنيات والاهلي لاعب وعمل وكل الكلام ده. بص هات اي فيديو من الموسم اللي فات وارشقه في الفيديو ده، هيمشي مع اللي انت شايفه. يعني معنى اللي أنا بقوله لك ايه، بقوله لك ده ان مفيش تغيير، مفيش حاجه جديده بتحصل، مفيش بروجرس على ارض الواقع. ليه؟ لان انت لا عملت صفقات ولا عملت تدعيمات حقيقيه ولا فورت الفرقه ولا مشيت لعيبه المفروض تمشي ولا عملت اي حاجه. انت كل اللي عملته ان انت كافئت اللعيبه في اخر الموسم اللي فات، اديتهم اجازه وضحكت على نفسك وصدرت الوهم من الناس ان اللعيبه مجهده واللعيبه ما اعرفش معموله ازاي وكل الكلام ده. وفي الاخر طلع الاعلام طبعا يطبل لك ويقول كابتن محمود الخطيب عمل اهم صفقه انه ريح اللعيبه واللعيبه رجعت، وادينا بنشوف مسلسل العك الكروي من اللعيبه هياها. لا لوم على اللعيبه ولا لوم على لا لوم على الجهاز الفني، كل اللوم على مجلس الاداره اللي من المفروض انه مجلس اداره فاهم كوره وعارف كوره، انه سايب فرقه الكوره بالشكل ده. وبعدين جاي يدي اللعيبه دي للمدير الفني يقول له خد عيش مشي نفسك، انت نادي الاهلي، انت نادي القرن، نكسب بالتيشيرت وخلاص. ما هو ربنا عارفوه بالعقل. موسيماني كان ليه اخطاء ودمر لعيبه كتيره، ولكن مجلس الاداره فين من كل ده؟ مجلس الاداره ده المفروض انه في كابتن محمود الخطيب، قامه كبيره كرويه، راجل فاهم، راجل عارف، راجل يعرف يميز الفرقه دي ناقصها ايه. الفرقه دي ناقصها كابيتانو، كابتن، كابتن بشخصية حسام غالي، كابتن حقيقي بشخصية حسام وإبراهيم حسن، كابتن حقيقي بشخصية كابتن محمود الخطيب. الكباتن اللي ليها كلمة في الفرقة، مجلس إدارة، مدير فني، اللي بيمثلهم الكابتن، كابتن بصلاحيات. طب مين عندك كابتن النهاردة؟ مين عندك يفوق اللعيبة دي ويشدها ويزعق لهم ويبقى ليه كلمة في الملعب؟ ناقصك كابتن، ناقصك لعيبة عندها حلول. انت كل لعيبتك اسطمبة، اسطمبة. الاهلي بيبتدي الماتش زي اي بدايه بقالنا في القصه دي كتير. تالت سنه بنبتدي مش عارفين احنا بنلعب ايه ولا عايزين ايه ولا خطتنا ايه ولا اي حاجه. ربنا بيكرمنا بالصدفه بنجيب جول نحافظ عليه، لا، بهجمه ساذجه لفاركو بيعملوا عليك 1 2 بيروح للجول باسهل الطرق. الواد بيشوطها في الزاويه الضيقه بتيجي في الشناوي، حارس مرمى مصر الاول محمد الشناوي، اللي احنا بنقول انه كان محتاج جول كيبر من السنه اللي فاتت واللي قبلها لان ملوش منافس. ومع ذلك اداره الاهلي ودنه من طين ودنه من عجين. يا جماعه مش ممكن، انتوا مستنيين ايه تاني؟ اصل ضياع الدوري الموسم 3 على التوالي دي كارثه، انتوا تروحوا. ما حصلتش. انت الزمالك بدأ ياخد منك عادات، الزمالك بدأ ياخد منك اللعب لاخر ثانيه. هتقولي ما الاهلي النهارده كسبان، اقول لك والله العظيم هتحصل تاني بالمنظر ده، مش هتحصل تاني، اللي حصل ده مش هيحصل تاني. واقول لك الفكره في مصر سسبنس والاهلي بلس 90 كان ايه قبل كده وايه دلوقتي. تمام. الزمالك بدأ ياخد منك روح المكسب، انا عايز اكسب عايز اكسب وبيكسب. بدأ ياخد منك ان اوضه اللبس بتاعته مقفوله، مفيش مشاكل، مفيش الحوارات اللي بتحصل عندك لما بيتعادل عادي الدنيا بتعدي، مفيش الحوارات بتاعت قفشه، مفيش حد بيطلع يحط ستوريز والكلام ده. عندك رئيس نادي بيجيب لعيبه وخلاص، هو اللعيب ده حلو هاته، اللعيب ده حلو هاته، اللعيب ده حلو هاته. لما يجيب له 10 لعيبه يصفوا على 5 كويسين خلاص، ما خسرش حاجه وبيعرف يسوقهم ويجيب فيهم فلوس. يكفي انه بايع السنه اللي فاتت مصطفى فتحي بمليون ولا مليون دولار ولا نص مليون دولار، وهو كان عقده فاضله 6 شهور، يعني كان ممكن يمضي ببلاش، يعني جايب منه فلوس من الهوا. بيعرف يجيب فلوس. انت النهارده فين صفقاتك؟
عملت ايه؟ انت جايب لعيب اسمه مصطفى سعد ميسي ما شفناهوش دقيقه. جايب برونو سابيو ده من اي داهيه انا مش عارف. انت جايب لعيب برازيلي يعني يعمل ايه لعيب برازيلي ده يعني هو ده بجد برازيلي يا جماعه. هو مين المنتفع من الصفقه دي؟ المنتفع الحقيقي بجد مين؟ يعني مين اللي قبض مين؟ عشان ربنا يبتلينا باللعيب ده. لعيب مع كامل احترامي ليه، لعيب عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، لا عنصر سرعه ولا مهارات مثلا ما شفناهاش قبل كده، ولا تصويبات هلاميه ولا اي حاجه. لعيب عادي يا جماعه، لعيب عادي يعني. انا بشفق على المدير الفني بجد ان هو معاه القماشه دي، والقماشه عماله تقع، والخيط عمال يكر، واللعيبه عماله تفرط منه، واللعيبه عماله تقع منه. الراجل حرفيا طلع عين اهله، لا عارف يوظف لعيب يبقى مهاجم، ما عندوش مهاجم صريح، وحتى المهاجمين اللي عنده كسر. حسام حسن اللي فرج عامر لبسه لنا حقيقي يعني بجد. شابوه فرج عامر، راجل تاجر، عرف يحلل بضاعه ويبيعها لك وهي بضاعه في شنك مضروبه. لعيب ما يصلحش يلبس تيشيرت الاهلي. التيشيرت الاهلي ده تقيل قوي قوي، مش اي حد يلبسه. تمام. انت كاداره فين؟ تضحك على نفسك ليه؟ طب ضحكت على الاعلام وقلت الاجهاد، بتضحك على نفسك ليه؟ الاهلي كسب النهارده والله العظيم، كسب عشان الناس اللي راحت بس، والناس اللي كانت طول الماتش عماله تهاتي وتنادي على اللعيبه، وتقول التالتة شمال بتهز جبال ولا بتاع، ولا بتهز الجبال. انتوا فين؟ لعيبه تفتقد قائد في الملعب، تفتقد لعيب مهاري، لعيب بلاي ميكر، لعيب دريبلر، لعيب عنده حلول واحد لواحد، باك يمين ولا باك شمال بيرفع كوره. عملنا 26 عرضيه النهارده، ما فيهمش غير العرضيه بتاعت الجول. 26 عرضيه، 26 عرضيه يا مؤمن. ما عندكش فيرود بيخلص. 26 عرضيه يا مؤمن، ما عندكش راجل هيدر بيعرف يجيب جول. مع احترامي لفاركو يعني، مش الفريق اللي لا كان مقفل قوي يعني، ولا كان راكن الاتوبيس ولا حاجه يعني. واي حد بيلعب كابتن ايهاب جلال عارف يضغط من قدام، هتعرف تاخد الكوره بسهوله وصباح الفل يعني. ليه بنحزق كل ده؟ ليه بنحزق عليه العوض بجد في الدوري السنه دي بالشكل ده؟ عليه العوض. انا بقول لك من دلوقتي اهو مش عدى 8 اسابيع والاهلي 22 نقطه والزمالك 20. انا بقول لك الدوري هيضيع بالشكل ده وبالطريقه دي، ولو ما كانش فيه صفقات حقيقيه بتحصل. منظومه عندك في التشكيل الاساسي، الشناوي لازم يركن شويه ويجي له جول كيبر يخوفه. محتاج سيرد باك ولا سيرد باكين محترمين. ياسر ابراهيم بطيء في الجول، بطيء مش ممكن، مش عارف يجري. باك محمد هاني ما فيش، واكرم توفيق بيلعب بالتخبيط. باك شمال علي معلول ما بيعديش واحد لواحد، ولو اتصاب ما عندوش بديل. ديانج علامه تعجب، مش علامه استفهام، تعجب. والسوليه ما فيش، مش قادر يجري. حمدي فتحي بينزل الدكه ساعات بيظبط، عمال انت بتدور بس نفس الحلقه. حمدي ديانج سوليه حمدي ديانج سوليه وحمدي وسوليه، وعمال تبدل فيهم، وفي الاخر مش لاقي برضو الابداعيه من اي اتنين بيلعبوا منهم. ادخل بقى على الجزء اللي قدام. كفاءة محمد مجدي قفشه، مش عشان ضيع ضربه الجزاء، والله ما تفرق معاه ضربه الجزاء، وياما لعيبه فطاحل ضيعوا ضربات جزاء وضيعت بطولات. اللعيب اللي عمل يحط ستوري وانا ما اعرفش مش عارف، وعامل فيها مقموص من الجمهور ولا مقموص من الناس اللي بتنتقده. يا راجل يا راجل ركزوا في لقمه عيشكوا شويه، ركزوا في لقمه عيشكوا وفكك، ما تعملش عقلك بقى للجمهور يا عم. يا عم احنا ناس يا عم على قدنا. يا عم ركز في اكل عيشك. انستجرام ايه وخرا ايه بقى اللي انتوا عمالين اللي توالتوا بيه؟ لا وينج رايت ولا وينج ليفت. تاخد ماتش من احمد عبد القادر و15 لا، ما عندكش وينج رايت. كريم فؤاد بيجتهد وبتاع، بس تفتقد حاجه قدام في الجانب الامامي ده. يا الباصه بتطلع غلط من ورا، يا لعيب ما بيعرفش يستلمها، يا لعيب ما بيعرفش يعدي، يا لعيب بتتكعبل في رجل الكوره. ما عندكش لعيب بيشوط، ما عندكش فيرود بيخلص، وعايز تاخد دوري وكاس ازاي وتروح كاس عالم انديه تنيل ايه؟ اداره الاهلي اصحوا، اصحوا، اصحوا. احنا محتاجين 5 6 لعيبه في يناير. اصحوا الله يخليكم. سلام.